طبعا بعد ما فرحنا بقى ببطوله السوبر، كام نقطه كده بقى بهدوء شديد، وسامحوني ما قدرتش اطلع لكم الفتره اللي فاتت، بس والله من الفرحه وكنت مشغول وحوارات وكلام كتير. نقول مبروك لنادي الزمالك، نقول مليون مبروك لنادي الزمالك، الجمهور العظيم، الطفل اللي كان بيعيط وبيبكي في الملعب. العشق يا جماعه، نادي الزمالك ده عشق والله. يعني هو نادي الزمالك ده وطن 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 لينا، لازم نحبه ولازم نعشقه ولازم نشيله على راسنا من فوق. انت بتحب كيان يا جماعه، مش بتحب بطوله. احنا مش زي الجمهور الاهلي عشان نبقى متفقين. انا مش بهاجم، بس انا مش متعود ان اهاجم. بس والله العظيم زي ما قال عفيفي، واحد ب20 انا بقول واحد بمليون. لان احنا عندنا في حاجه فكر في عقليتنا اللي هي ايه، نكسب ونخسر عادي عادي. يعني لعيبه النادي الاهلي تشيل الميداليه الثانيه وتشيلها التتويج وكانهم الدبع. يا سلام يا سلام، طب يا رب يا عم خليكم على الموضوع ده على طول، يا رب ديمها عليكم. لا، الكوره مش كده. طالع البس ميداليتك، ما ريال مدريد بيخسر والدنيا بتخسر. انت العقليه والفكر الارهابي اللي عندك والفكر التعصب اللي دمر الكره المصريه ومش عايزين نرجع للناس اللي ماتت والناس اللي السبب العصبيه والعنجهيه والكبر والمناخير اللي في السماء والمشاكل اللي وقفت جماهير ليه بسببها، والناس اللي كانت بتشتم حاجات كتير في الملعب. فمش عايز ارجع لان بنفجر ومش عايز اقول كلام. لا، الكره مش كده، الكره اكسب وخساره يا عم، عادي عادي، هي دي الكوره. هو ده الجمهور المحترم اللي بيعرف يعني ايه مكسب وخساره. ايه يعني ما اخسر؟ ايه يعني ما ريال مدريد ده ياما خسر وبيخسر وهيخسر، وبرشلونه ويطلع عادي. برشلونه امبارح مغلوب 4-2. هي الدنيا بقى انقلبت. لا دي ما عندناش في القاموس، ما عندناش، تحس بلطجيه القاموس بتاعنا مفيش كلمه. لا مفيش كلمه خساره، ما تلعبش كوره يالا ولا اقعد في البيت. اذا دي العقيده، ما هي دي عقيده الارهاب، التطرف الرياضي هو ده. لما يبقى انت هي دي عقيدتك يبقى انت متطرف في الموضوع ده، ارهابي والله. في كوره يا عم، الكوره مكسب وخساره وتعادل، هي فيها الثلاثه. تقول لي مكسب بس ودي عندنا وده دي مبادئ؟ لا ما فيش حاجه، ده مبادئ الكوره، دي رياضه. الرياضه مش حرب، الرياضه مش حرب. الرياضه عادي، اكسب اقول لك مبروك، تخسر تقول لي هارد لك، انتهى الموضوع ونسلم على بعض وننتهي. لكن شوف يا سلام، قلعوا يا اخي سلام، شوف لعيبه النادي الاهلي رافضه تلبس الميداليه، يا سلام يا سلام على، شوف اللعيبه الروحه القتاليه وزعلانين ازاي، يا سلام. طب ما انا ما موتوش نفسكم في الملعب ليه؟ طب ما ليه ما تقول لعيبه النادي الاهلي ما شاء الله في السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت مدلعين نفسهم اكنهم رايحين ايه، رايحين يجيبوا جهينه وجايين. يعني انت بتتكلم ازاي يعني؟ اللي ما يحترمش خصمه. انت زمان لما فزت على نادي الزمالك فزت علينا بالناشئين ايام حسام حسن، لما انت احترمت نادي الزمالك عشان كده لعيبه طلعت. اللي ما يحترمش خصمه هي دي تبقى نهايته، اللي ما يحترمش خصمه هي دي نهايته. اللي ما يقدرش نادي الزمالك تبقى حتما هزيمته. هي كده، ما لهاش حل تاني. لازم تحترم خصمك ولازم تقدره مهما كان هو مين، مهما كان هو مين. حتى لو ما قامش سنين نادي الزمالك موجود ولازم تحترمه، هو كده. لكن اللي بيحصل ده مفيش. بس انا شوف فرحان للاعيبتنا، فرحان لجمهور نادي الزمالك، فرحان للاداره، فرحان للاطفال الزملكاويه، الطفل الزملكاوي ده. وربنا لو شفته لابعت له تيشيرت نادي الزمالك الاصلي، لابعته البيت حد اللي يعرفه يا جماعه، اللي او دي حاجه بقول اللي يعرفه ويقول لي، وانا والله العظيم بجيب له التيشيرت الاصلي لو ما كانش هحول له ثمنه. حلو الكلام. الطفل ده الاصلي، ولو في ايدي اعمل له اكتر من كده هعمل. هو ده نادي الزمالك يا جماعه، ده عشق يا جماعه، عشق مش كلام يعني. فانا الدروس بقى المستفاده، نادي محترم نفسه، نادي عارف ومقدر طبعا نادي الاهلي. التشكيل يمكن ما كانش فيه، بس بنتايك عجبني قوي 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 قوي. ثانيه واحده، قوي لعيب جامد، ما خافش يطلع ويزيد والاوفر ويكمل ويرجع ويقطع وعادي ومش مضغوط. ده لعيب بدأ بدايه قويه، اللي يلعب ماتش الاهلي ده اللي انا عايزه. يعني مصطفى شلبي لا شكرا يا عم مصطفى، شكرا. زيزو الشوط الثاني كان موجود وموجود بشده. لعيبه نادي الزمالك نص ملعبك ناصر ماهر، عبد الله السعيد اللي برفع له القبعه 40 سنه. انا زعلان منك لله تركي يا شيخ والله. والله مين يا جماعه لما كان موقع معانا، شوف من كام سنه كان الراجل اللعيب ده كان هيبقى معانا يا جماعه. اللعيب ده اسطوره من الاساطير، اقسم بالله اسطوره من الاساطير. انت بتلعب على الصحه اللي في مصر كلها. اكرم توفيق ممكن يلعب 3 سنين ورا بعض بدون بريك. مروان عطيه نفس القصه، مفيش دماغ، صحه بس، يجروا بس يجروا.
لكن كرة عبد الله يا نهار ابيض يا جماعه، بيلعب على دول في نص الملعب، في عمق الملعب، قدامك مين؟ وامام عاشور، البنوته، البنوته اهبل، ولازم اقول عليك اهبل. انت كنت بتحب نادي الزمالك يا عم عادي ومتربي في عادي، رحت الاهلي عادي، بس ما تبقاش كده تنقلب القلب الشديده ده عشان ترضي جمهورك. اقول لك خسيس، انا مش عارف يتقال عليك ايه يعني، انا اسف يعني، وربنا ما متعود اغلط. عادي حب الاهلي خلاص، انت رحت حقك وموت نفسك عشانه، ده حقك خلاص ما حدش جد، لكن ما تقلبش برضه. ده اللي عملك ناديك، ده اللي خلاك على في الملعب، ده اللي وقفك، ده اللي وقفك على رجلك، ده اللي خلاك بني ادم، ده اللي خلاك تروح المنتخب، ده اللي خلاك تنضف وتلبس، ده اللي جاب لك السياره وجاب لك البيت وجاب لك الفيلا، نادي الزمالك. فلما تبقى تعلى معاه ويتلعب في عقلك وتروح الاهلي حقك، ما بقولش معاك اي حاجه، بس ما تنقلبش كده يالا، يالا ما تبقاش يالا هما بيضحكوا عليك يالا، وربنا 90% من جمهور الاهلي ما بيحبك، وربنا بس هم عندهم كده اللي يكسبنا حبه، بس هي كده. المبادئ والقيم دي نحطها بقى تحت ايه؟ تحت هنا كده، نحطها هنا كده، الغايه تبرر الوسيله، واطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم. هو واحد من عندهم خلاص ده غلط في نادي الزمالك، سب صالح سليم وسب جمهورنا الاهلي، عادي عادي، كلنا بنغلط، خير الخطاؤون التوابون بقى، ويجيب لك بقى ايه الكلام اللي يلعب في دماغك، عادي غلط، كلنا بنغلط. ليه؟ لان هستفيد منه، هستفيد منه، فلازم بقى ايه عادي. سب صالح سليم عادي يا عم، سب رموز الاهلي عادي يا عم، ايه المشكله؟ طب هيفيدنا، ايه المشكله؟ الراجل طلع واعتذر، ويا سلام. مره رمضان صبحي اللي ما سابكوش وما غلطش فيكم، وحقه انه يحترف يا عم، انت مع النادي الاهلي يا عم، حق زي ما جبت لي من انجلترا حقك، وكنت معاك وهمضي، لا مصلحتي، مصلحتي اروح لبيراميدز، ايه المشكله يعني؟ ايه اشمعنى بنكيل بميكالين يعني؟ هو الراجل ده كفر؟ هل هرب منكم زي ما انتوا هربتوا اللعيبه اللي عندنا؟ هل ده هرب منكم؟ ما هربش، ده راح عادي ووقع معاهم وكان ده حقه. اللي بقى عليه الاعلام ونسيبه الى الان لحد ما نبطلوا الكوره، لكن اللي يسب لك عشان مصلحته معاك نشيل المبادئ بقى، نشيل المبادئ. المهم مش ده موضوعنا، خلينا نفرح باللعيبه الابطال اللي داسوا على التخين، داسوا عليهم دوس، اللي لا كل لعيب بقى بص، نام يا حبيبي، نام يا عم عمر كمال، عمر كمال ها، ورامي ربيعه واللعيبه يا عم، وعبد الله السعيد البطل، عبد الله السعيد، اللعيبه الرجاله، الجمهور، الكورفا سود، جمهور نادي الزمالك، اللعيبه كلها كانوا رجاله. وعلى فكره يا جماعه انا قلتها قبل الماتش، قلتها ان جوميز دايما بيستحوذ قدام الاهلي، اصل ما عندوش لعيبه، خلي بالك خلي بالك، نص الملعب بتاع الاهلي مش اللعيبه الحريفه، قفشه اللعيب الوحيد اللي عنده كوره، امام عاشور صحه، وانا هفضل اقولها صحه، هو عنده كوره بس اللي يزيد من العمق عشان صحته، واذا شاط شاط بس، لكن البينيات والتيكي تاكا بتاعت قفشه، وربنا قفشه عمه في الكوره، قفشه عمه في الكوره، عمه وعم ابوه في الكوره، لكن صح هو عنده صح انه يلعب 3 ايام ورا بعض عادي زي اكرم زي مروان، مفيش كوره صح بس يقطع دبيش 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 بس. لكن كوره واحد بيلعب عليهم 40 سنه 40 سنه، وناصر ماهر كمان كان طاير لقدام شويه لانه 10 بيبقى دايما زاد، مع ذلك كان بيعمل وعمل جمع بنتايج. احنا كان شويه اللي طبعا ولاعيبه كانوا رجاله، خدت ظهرك، المسلوسي، عمر جابر، حسام عبد المجيد، بنتايج، عواد اللي لازم احنا نحييه عوده قويه لان انت اتظلمت، فحاجات كتيره فزنا بيها. نبني بقى، نبني على ده، نبني على ده، اللعيبه الشخصيه، اللعيبه اللي ما بتخافش، يعني اللعيبه اللي ما بتخافش. فشفنا عظمه جمهور نادي الزمالك، حب نادي الزمالك، عشق الجمهور في جميع الدول العربيه والجمهور يا جماعه، جمهور نادي الزمالك جمهور بيفهم، جمهور وفي، جمهور بيحب، لو بدون بطوله، لو رصيد نادي الزمالك 0 بطوله هيزيد برضه، هيبقى بالملايين برضه، لانه عارف هو ده الكيان، هو دي الكوره، مش الاحتكار، مش المصلحه، مش المنفعه، مش والمشكله ان هم مقتنعين بكذبه يا جماعه، ده انتوا كذبه كبيره والله العظيم، حته المبادئ والقيم دي وربنا ما فيه. ده انت الاغنيه بتاعت امام عاشور الخواجه واشرب بيره بتاعت امام عاشور اللي بيغناها على كولر، بيره يقول فيها كلام بيره يا جماعه، انت بيره دينك نقول بيره كده عادي. وصالح سليم، مع انت حسيت صالح سليم ده يعني كان مين؟ مع احترامي الله يرحمه رحمه واسعه، كان ايه في الاول والاخر يعني، مع احترامي يعني. وكابتن حسن حمدي والقضيه والحاجات اللي مش عايزين نتكلم، بس لان على راسنا من فوق، الناس كلها على راسنا من فوق. مبادئ وقيم، قيم نادي ومبادئ النادي الاهلي تحتم علينا ان احنا يا عم سيبكم بقى من الكلام ده. فالعنجهيه اتكسرت، كسروا مناخيركم، كسروا الشوكه اللي عندكم، اعترفوا ان في نادي، اعترفوا ان في رياضه وفي مكسب وخساره، ده انتوا لسه، وافتكروا كلامي، الايام اللي جايه دي هتبقى سودة عليكم،
وافتكروا كلامي. انت جاي لك بطولات وهتخسرها، بص بملعبك وافتكر كلامي. بس انا ما يهمنيش انت، اللي يهمني ده، اللي يهمني ده اللي يهمني، هو ده اللي يهمني. ناديه خسر معاه ما خسرش معاه، متعلم، انا متعلم منه الرياضه، الثقافه، العلم، الادب، الاخلاق، معنى كلمه رياضه ومفهومها الحقيقي. كل جمهور نادي الزمالك انت على راسي من فوق، حبايبي وحبايبي واهلي وناسي وكل حاجه في حياتي، انتوا ناس محترمه. وانا شرفت ان كنت لعبت في نادي الزمالك ولبست التيشيرت ده. انا كنت بلعب في نادي الزمالك ايام الكابتن غانم سلطان لما كان بيدرب الناشئين، وكابتن حسني عبد الرحيم، وكابتن محمود سعد، وكابتن مجدي شلبي. لعبت سنتين والثالثه جت لي اصابه ومشيت. لكن بقى من ساعتها وانا نادي الزمالك ده، ورحت كذا حاجه، وبعدين عملت لي غلط وللاسف الشديد ما كانش فيه طموح، ما كانش فيه فكر ولا ثقافه، رحنا منحنى تاني خالص. المهم نادي الزمالك ده عشق يا جماعه، وانا محظوظ اني بحب نادي الزمالك، فمليون مبروك. اللي علمته عليهم، علمته على من لعيبه منتخب مصر الدوليين. ده منتخب مصر اللي انت ده محمد الشناوي اللي كان مهزوز هزه ما يعلم بها الا ربنا عشان المجاملات. مصطفى شوبير الصح اللي كان يلعب وكمل من زمان، اديك اللي لبست معاه رامي ربيعه. قلت خلي بالكم، رامي ربيعه وياسر ابراهيم غير لما يبقى معاك محمد عبد المنعم هيتهز. ولسه يحيى عطيه الله قلت مش هيديك نفس الانتاج بتاع علي معلول، اهو لسه. مين تاني؟ لسه ده انتوا لكم ايام ربنا يعني اعلم بيها. المهم اللي جاي حلو لنادي الزمالك، نتمنى بقى ان شاء الله سمعنا في صفقات تانية لنادي الزمالك. وناصر منسي انت فعلا خدت مننا كتير والله يا ابني، انا سامحتك واشهد الله ان انا سامحتك. ناصر يا منسي روح، انا قلبي راضي عنك على اللي انت عملته فينا الفتره اللي فاتت، بس انا وربنا راضي عنك يا ناصر يا منسي، قلبي وربي وشعر صدري راضيين عنك بعد اللي انت عملته. وانا مش عايز حاجه تاني بقى، ما تجيبش اهداف تاني، ما تجيبش اي حاجه تاني، خلاص انا خلاص كده. انا ما عنديش، لان البطوله دي الكاس الجميل ده كان معمول ليهم، اقسم بالله الكاس ده كان معمول ليهم للاهلي. والمعلم مستشار تركي آل الشيخ اكيد قال لهم انا عايز كاس، بصوا هاتوا المهندسين وهاتوا العلماء يخترعوا لي كاس حلو كده، كاس سوبر افريقيا، عشان هيروح القلعه الحمراء لازم. فهو سبحان انت خدته من عينيهم، وربنا انت خدته من عينيهم وخدته قدام الدنيا كلها سبحان الله. اللي يشوف اراده لعيبه الزمالك الشوط الثاني، لا نازلين يكسبوا يا عم مش نازلين. وسمعت عبد الله سعيد قال لهم انسوا بقى الحكام وانسوا بقى القائد بقى وشيكابالا، انسوا انزلوا العبوا وركزوا. عملوا وركزوا وجابوا. وخلي بالك انت زمان لما الاهلي كان بيجيب في الجول كنت بتنهار وتفتح، لا ده انت مسكت وعدت وجبت، وكان ممكن تزود وكان ممكن تروح، وكان عندك رغبه وعندك روح قتاليه وربنا ادالك. مليون مبروك نادي الزمالك، مليون مبروك لعيبه نادي الزمالك كلها، زيزو، شيكابالا، ناصر منسي، ناصر ماهر، عبد الله السعيد اللي بحبه قوي. كنت اتمنى الله يديك الصحه يا جماعه حد من دكاتره نادي الزمالك، النيوتريشن، العلاج الطبيعي، التغذيه، يشوف لعبد الله السعيد اي حاجه. احنا عايز الراجل ده يلعب لحد ما يبص يوصل ل 60، نشوف له حاجه. وشيكابالا يا جماعه نشوفوا له حاجه، مش منشطات، حاجه لان اللعيبه دي ما ينفعش الناس دي تقعد وربنا، لان الناس دي هي اللي الكوره، هي بتلعب كوره. فنتمنى التوفيق لنادي الزمالك، مليون مبروك، افرحوا، انتوا نادي عظيم وجمهور اعظم، جمهور نادي الزمالك. ربنا يحفظكم ودايما يفرحكم، واحنا دايما ورا نادي الزمالك. وما تنسولاش بالاشتراك والشير والفانيلا البيضاء.